اول بانش معانا او بالبلدي اول بوكس معانا في الرياضه اسمه جاب. عندنا في مسميات في اللعبه. الجاب اللي هو بالبلدي اسمه المستقيمه بتاعه الايد الشمال. ازاي اقدر اطلعها؟ اول حاجه زي ما قلنا انا ظابط الاستانس بتاعي، سواء انا هلعب دفاعي او هلعب هجومي، وايديا الاتنين الجارد مقفل على وشي. الجاب بيبقى ليه اهداف كتير جدا وستايلات مختلفه اقدر العبه وانا بلعب ان انا اشتغل هجومي او دفاعي، او ان انا افتح لللو كيك، او ان انا اطلع منه. الجاب من المكان، الفكره ان انت ما بتضربش بايدك بس، لازم تحط النقطه ديت. لو انت وزنك 80 كيلو فانت بتضرب ضربه واحده بوزن 80 كيلو، يعني مش ايديا بس اللي بتضرب، كتفي او البايسبس او الترايسبس، لا، انت مركز قوتك من الوسط بتاعك، وانت مقفل وسطك بيتحرك مع جسمك وبتطلع الضربه. طب هل انا بطلعها بمنظر عشوائي ولا دايما مدي احترام الشخص اللي قدام مني ان هو ممكن يرد عليا وان هو برضه فايتر زيه؟ وانا بلعب ما بطلعش ايديا تحت مستوى كتفي، تحت مستوى فكي، انا كده فتحت وشي، لا، انا دايما كتفي بيغطي على منطقه الفك. من هنا انا بطلع. لما في ناس في المطوشه بيتخيروا ان هو اتحط في موقف ان هو هيتضرب ما بين حاجتين، اول حاجه بيقفل عليها وشه، الفك بتاعه، ومستعد ياكل اي ضربه في اي حته، سواء في الضلوع في اللو كيك. اوعى في مره تنزل ايدك عن وشك، اهم حاجه ايدك الاتنين فوق. انا ممكن اضحي بضلوعي، ممكن اضحي برجليا، بس ما اقدرش اضحي ابدا بان انا اخد ضربه في الفك ويغمى عليا. فمن هنا لو انا هطلع الضربه ما اطلعهاش بالمستوى ده، لا، دايما بطلعها فوق كتفي مقفل على الفك. حتى وانا بضرب لو هو عمل اي كونتر اتاك انا مقفل. دايما زي ما قلنا الجاب بتطلع حتى وانا بعمل اتاك عامل حساب الكونتر اتاك، فدايما عامل الديفنس قبل ما اروح اعمل اتاك. وانا طالع كتفي فوق مقفل على فكي، وايديا التانيه مقفله من الزاويه التانيه. زي ما قلنا اللاين موجود، رجليا الشمال الكعب على اللاين، رجليا اليمين المشط على اللاين، مقفل الجاب من المستوى ده. مركز القوه بتاعي من وسطي، ما بضربش بايديا بس، لا، وسطي بيروح معايا ان انا احط باور. زي ما قلت لو انت وزنك 80 كيلو انت بتحط ضربه بوزن 80 كيلو. من الزاويه الثانيه انا مقفل وارجع تاني اطلع الجاب في مستوى كتفي مفروده، مقفل على الفك، ايديا اليمين مقفله، ارجع تاني.